السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا جماعة. طبعا اليوم حدث معي شيء غريب، طبعا من باب تجربة لأحد المقاطع اللي شفتها، وهو الفرق ما بين القلم الناشف والقلم السائل. طبعا نقدر بالقلم السائل وبالقلم الناشف لانتباهنا للموضوع هذا بالذات نتلافى كثير من قضايا الاحتيال والنصب. بالقلم السائل نقدر نحذف أي شيء احنا كتبناه، سواء كان عقد بيع، عقد شراء، إلى خلافه. مثلا الآن نبي نكتب بيني وبين أي شخص عقد. الآن بالقلم الأزرق أنا كتبت، هذا القلم السائل يا شباب، ممتاز. نجي الآن للقلم الناشف، برضو كتبنا هنا السطر الرابع القلم الناشف. لنفرض أنه التوقيع هو تاريخ اليوم 15/12/2014، والتوقيع الآخر بالقلم الناشف. طبعا هذه يقدر يستغلها طبعا اللي ما يخاف الله سبحانه وتعالى. بالحالة دي أنا أقدر أغير الكلام اللي أنا كتبته. نفرض الخط هذا كلام، أقدر أغيره بشيء سلبي أو يكون يدينك أو يعكس عليك القضية بالطريقة التالية. شلون؟ عن طريق المسح. الآن بالنسبة للقلم السائل الآن اختفى، لكن القلم الناشف مستحيل يختفي. وأيضا كذلك التوقيع حذفناه الآن اللي كان بالقلم الناشف، بالقلم السائل عفوا. القلم الناشف مستحيل ينحذف. فاحرصوا جميعا يا شباب، إذا كان عندكم أي توقيع العقود أو شيء لا سمح الله أو كتابة إفادات، تكون بالقلم الناشف وليس السائل.